مستمر بين الرباط وباريس في أعقاب الزلزال والجدل بشأن المساعدات. مصدر حكومي مغربي شدد السبت على أن أي زيارة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى المغرب ليست مدرجة على جدول الأعمال ولا مبرمجة، وذلك ردا على تصريحات لوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا التي قالت في مقابلة أجرتها معها القناة الإخبارية الفرنسية LCI، قالت إن ماكرون تلقى دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لإجراء زيارة دولة إلى المغرب. عن هذا الموضوع نتحدث مع وسيم الأحمر هنا في الاستوديو. وسيم، مساء الخير. يبدو أن هناك تضارب إن صح التعبير في ما يقوله المغرب من جهة وما تقوله كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية من جهة أخرى. كولونا تقول إن هناك دعوة، المغرب يقول ليست هناك أي دعوة أو زيارة مبرمجة. كيف نفهم ما يحصل؟ يعني طريقة الرد المغربي عبر مصدر حكومي لوكالة الأنباء المغربية الفظة إن صح التعبير على ما قالته وزيرة الخارجية هو آخر تعبير عن توتر العلاقات، عن البرودة في العلاقات. ما قالته وزيرة الخارجية خلال زيارة للقاهرة في مقابلة تلفزيونية أن هناك الدعوة لزيارة دولة الرئيس قائمة وتجددت عبر اتصال بين العاهل المغربي والرئيس الفرنسي، وأننا ننتظر لتحديد تاريخ هذه الزيارة. لترد المملكة عبر مصدر حكومي تقول أنه لا زيارة مبرمجة ولا مقررة، وأنها تستغرب تنفرد وزيرة الخارجية بتصريحات هذا النوع دون التشاور. طبعا هذا يعيد إلى الأذهان سابقة مشابهة قبل أشهر في مارس الماضي، عندما قبل زيارة إلى أفريقيا الرئيس الفرنسي تحدث عن أن هناك بينه وبين الملك المغربي علاقات جيدة وعلاقات صداقة. مصدر مغربي آنذاك لجون أفريق، لمجلة جون أفريق، قال أن العلاقات ليست جيدة وليست علاقات صداقة. هذه المرة ذهبت مباشرة عبر مصدر رسمي حكومي وليس عبر صحيفة تكذب عمليا، تنفي ما قالته وزيرة الخارجية. لكن في الواقع الدنيا الحديث عن زيارة للرئيس الفرنسي إلى المغرب ليست جديدة، منذ أكثر من عام ولم يتم تحديد موعد. هذا صحيح، لكن في كل مرة كان يقال أن في خلال مثلا الربيع النصف الأول من العام لم تتم هذه الزيارة لأن العلاقات متوترة. ورأينا خلال الزلزال أنها شهدت جولات جديدة من الجدل بعد رفض أو عدم قبول المغرب للعرض الفرنسي لتقديم المساعدات، أو بالأحرى عدم اختيار فرنسا لتكون من ضمن الدول التي قدمت مساعدات للمغرب. وتم اختيار 4 دول فقط. والجدل الذي حصل بهذا الشأن، وذهب الرئيس الفرنسي إلى أحد مخاطبة المغاربة مباشرة عبر فيديو. حتى هذا الأمر إذا كما تتابعين يعني الصحف المغربية والمواقع وغيره ردت بشكل قاس حتى على هذه المبادرة من الرئيس الفرنسي. طيب وسيم، يعني نرى بأن البرود أو الفتور في العلاقات ما زال مستمرا. هل يمكن وكيف يمكن إعادة الدفء إلى هذه العلاقات؟ لن يكون غدا على الأرجح، بالاعتبار هذه الأجواء الآن. هذا الخاص وآخره هذا الرد الفظ. هناك أسباب لهذا التوتر. يمكن الإشارة في عجالة إلى الموقف الفرنسي من الصحراء، من قضية الصحراء الغربية التي تعتبرها المملكة هي المنظار التي ترى من خلاله علاقاتها مع كل الدول، وتعتبر الرباط أن فرنسا التي كانت دائما تدعم مثلا خطة الحكم الذاتي في وقت لم تكن كل الدول على نفس الموقف، سبقتها بقية الدول من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء الولايات المتحدة في عهد ترامب، وإسبانيا غيرت من موقفها أيضا، وأخيرا إسرائيل تطالب فرنسا باتخاذ موقف أكثر وضوحا بهذا الشأن. هناك مسألة اتهام المغرب من قبل فرنسا باستخدام نظام بيغازيوس للتجسس بما فيه على هاتف الرئيس الفرنسي. هناك ما جرى في البرلمان الأوروبي، وهناك بشكل خاص العلاقات الفرنسية الجزائرية التي لم تنظر المغرب بعين الرضا إليها. كل هذه الأسباب إلى حد كبير ما زالت قائمة، لكن الإشارة فقط، وهذه من الأوساط المتابعة والقريبة جدا من ملف العلاقات المغربية الفرنسية في فرنسا دنيا، أن قبل الزلزال كان هناك حديث عن إمكانية اتخاذ مبادرات لإعادة الدفء إلى هذه العلاقات. كان هناك بعض المؤشرات. ما رأيناه في الأيام الأخيرة وبعد حدوث كارثة الزلزال أن الأمور أكثر تعقيدا